في كل عائله ديما نلقاو واحد ما يحبش يسلق وما ياكلوش، بصح بعد هذا الدولمه راح يولي يموت عليه. دولمه سلقه على طريقتي بصوص غوش خاثره وبزاف بنينه، تجي تقتل بالبنه رايحين تغمسوا الصحن ما تفيقوش كيفاش تكملوا. عندي ربطه سلق غسلتها قطعتها ونحطها تذبال في شويه زيت زيتون ومن بعد نصفيها مليح من الماء تاعها. وفي بول راح نحط نص دجاج اللي كنت رحيته مع نص حبه بصل، المعدنوس، القزبر، شويه ثوم مع لي زيبيس اللي نكتبها لكم ولا شابلور والسلق اللي صفيته. ما تنساوش حبابات صغيره عجنوهم شويه وشكلوهم ديبولات ورمدوهم في الفرينه وراح تخرج لكم كميه كبيره. وفي نفس المقله نزيد نحط شويه زيت زيتون وسمن ونقليهم مليح حتى يتحمروا. انا نحب نطيب بالزيت زيتون، نتوما تقدروا ديروا زيت عادي. حمروهم مليح وخليهم بجهه وروحوا نديروا لاصوص وين راح نحط مغرف كبيره من لا طوماط كونسونطري تاع ازدهار. هاد لا طوماط مضاعفه التركيز اللي راح تعطيني صوص عاقده وفي نفس الوقت ماشي حامضه. زدت شويه زيت زيتون وسمن مع 6 فصوص ثوم ونفس لي زيبيس زدت لهم غير بابريكا وشويه كمون. وفرغت ثاني الماء اللي تلقوا السلق هكا باش نحافظ على الفايده تاعو وما يتحرقليش الثوم. قليتهم مرقتهم بشويه ماء وكي بداو يغليو زدت لي بولات نتاعي مع وريقات رند وخليتهم يتكتكوا. وفي مام با نص ساعه الدولمه تاع السلق تاعي راهي واجده. صدقوني تجي بنينه عسل قد ما تاكلوا منها ما تشبعوهاش. اما في لغات الواحد ما يحبش السلق قولوا جربها هكا ماكش راح تندم. وهذا ما كان.